أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه المناسبة العطرة، ذكرى المبعث النبوي الشريف. جعلنا جميعا من المؤمنين الحقيقيين إن شاء الله تعالى. نرحب بكم جميعا سادتي الحضور في هذه الحسينية، جميع محبي أهل البيت من هذه المدينة وسائر المدن الإيرانية، وأيضا من العراق الحبيب. أهلا وسهلا بكم جميعا. كما وأتقدم بالشكر الجزيل لجميع الهيئات الحسينية الذين حضروا في هذا المحفل، وأخص بالذكر موكب النجف الأشرف في قم المقدسة وهيئة خدام فاطمة الزهراء عليها السلام. صلوا على محمد وآل محمد. سلام عليك رسول الهدى، سلام عليك رسول الهدى، بحجم امتعاضي ولؤم العدا. سلام عليك تثير الحياة بما تستفيض به من رؤى، وتنزع عن ليلها ظلمة وتحيي بها روحها والمنى، وتسمو بها سامقا كالربيع، تزاحم بالزهرة المجتلى. تفرد بالجوري والياسمين عبيرا يضوع ويهمي الشذا. تعطر أجواؤها الحالمات وتنعش صحراءها والربا، فغادر أرجاؤها كل نحس، وتاه الزمان بها وازدهى، وشاق الصباح إلى برزة وشع ضياء بعالي السماء. ونادى البشير بأن البشير تجلت نبوءته في الورى. سطعت بنورك يا سيدي، ونور الرسالة ملء الفضا. فغرد طير كثير الجناح يعيش حزينا يبث الشجا، وجالت فراشات أرض الحجاز بزاهي الثياب كقطر الندى. فأهدت لك البيد أنغامها سلاما من القلب حيث الهوى. وطوح حاد بتلك القفار، يجد المسير يحث الخطى، يصيح بكل الحفاة الجياع: تعالوا إلى النور ولا الدجى. بيوم بعاثك طل الصباح، بيوم بعاثك طل الصباح، فكنت الضياء وكنت المدى، فكنت الضياء وكنت المدى. صلوا على محمد وآل محمد.